كانوا يدرسوا في أمريكا، واحد يمني واحد سعودي. اليمني كان ابن تاجر هناك، والسعودي كان من ضمن المبتعثين هنا من الحكومة. المهم كانوا اثنين أكثر من أخوة في الغربة، وما كان ينقص على اليمني شيء إلا والسعودي هذا يكون سنده، وما ينقص على السعودي شيء إلا واليمني يكون سنده. وهكذا عاشوا الاثنين الأشخاص أكثر من الأخوة. لا فترة من الفترات الدنيا ضاقت على السعودي، فلوس ما تكفيه، وضعه كان قاسي شوية، إلا واليمني وقف موقف الأخ الكبير. ما نقص على السعودي إلا ودفعه، ما نقص عن من صرفة السعودي ذا إلا وفاها. المهم السعودي هذا كل ما جاء من وقت لوقت ويشوف اليمني بأسلوب أرقى وبعين كبيرة من احترام وتقدير وأخوة وزمالة. المهم اليمني والسعودي انتهت دراستهم، خلاص خلصوا الابتعاث كل واحد، وقالوا خلاص يعني قبل سفرهم يجي لهم فكرة إن يجي للسعودي فكرة إنه يسافر مع اليمني اليمن. قال له يا أخي والله أنا للأمانة عشت معك أجمل أوقاتي وكذا، وبصراحة يعني أنا قبل ما أسافر السعودية لازم إن أنا أرجع اليمن أشوف بلادكم ومنها أرجع للسعودية. قالوا أبد والله اليمني تفضل، والبلاد بلادك وأهلك وأهلي أهلك، والحمد لله كل شيء يكون على ما يرام ويرحب على العين والرأس. قال السعودي إذا توكلنا على الله. المهم قبل ما يسافروا اليمن اليمني ذا جاء له اتصال من اليمن، قالوا له يا فلان أمك توفت. اليمني زعل وحزن حزن شديد جدا. المهم قال أقول لكم. قالوا إيش؟ قالوا سووا العزاء وكل حاجة، الرجال حابب ينبسط في بلادي وأنا ما أظهر له أي مراسم عزاء، وأمي الله يرحمها ومتأثر عليها وكل شيء. قالوا إذا انتم اليمني والسعودي إذا وصلوا اليمن، وصلوا اليمن ترحيب وتسهيل، واليمني ذاك في قلبه غصة على موت أمه وعلى حزنه على أمه وعلى وجعه على أمه. المهم حب يفعل الواجب مع أخوه السعودي ذا. عزايم، خرجات، أفراح، كله إلا والسعودي هذا منذهل من الوضع في اليمن. المهم السعودي ذا شاف بنت بالصدفة جميلة جدا، قال والله يا أخي، رجع كلم اليمني بأسلوب راقي، والله يا أخي البنت هذه فلانة الذي شفتها بالشارع الفلاني، دخلت البيت الفلاني، صراحة شكلها أعجبني وحابب يا أخي أكمل نصف ديني، لازم أتزوجها. قال لها اليمني أبشر بعزك، وما هو الذي يسر خاطرك أنا معك. قام اليمني يروح يخطب لها البنت هذه، وأهله وبإقناع اليمني هذا وافقوا أبو أهل البنت هذه على زواجة السعودي هذا. المهم الرجال تزوج، واليمني ذاك يدفع مهر الزواج وكل حاجة ما يستلزم الزواج يدفعها. قال والله صاحبي معي ووضعه ما قد اشتغل ولا كذا، ولكن اليمني تاجر أهل تجار كذا، يعني الوضع متيسر معه. السعودي تزوج، انبسط، توكل على الله. قال لي يا أخي شوف ماذا الحين، أنا الحمد لله متزوج، وفيت وكفيت معي، أنا أسافر بلدي. قالوا لا، في أمان الله، وسررنا بتواجدك معنا، ويعني من أحلى الضيافات. المهم كل واحد راح في حاله. اليمني ذاك حاول يتاجر ويأخذ من أي مشروع تجارة إلى أن وصل إلى نقطة أنه خسر كل شيء. كل ما فتح من تجارة كل ما خسر فيها، كل ما فتح من أموال إلا ويخسر فيها. لما قالوا له خلاص الوضع مسود في وجهه، قالوا يا أخي إيش رأيك تروح السعودية، فلان الفلاني ذاك ممكن تستفيد منه، إنسان محترم وأهله معروفين في السعودية، يعني ممكن يفيدك.
قال إذن والله ما في أي حل إلا أنني أسافر لصاحبي هذا السعودي، أروح أشوف ممكن يكون لي طريق من طرقه بعد الخسائر والخسارة هذا الذي وصلت إليها. وفعلا يعني خسر إلى حد الحديدة قولته. المهم وصل السعودي، راح لا بيت الرجال السعودي ذا. طبعا السعودي هذا تاجر واشتغل والحمد لله الآن وضعه صار في القمة. جاء لها اليمني ذا، اليمني دق عليها الباب، رد عليها الحارس قال له من أنت يا فلان؟ قال روح لا عند الرجال وقول له أنا فلان الفلاني. حسب ما يسمع أخباره أن الرجال خلاص وضعه يعني صار مقلق ووضعه صار مدمر. فالرجال رجع قال له قال فلان الفلاني؟ قال أيوه. قال الباب شو فلتي؟ قال أيوه. قال خلاص صرفه بأي حاجة، صرفه بأي طريقة. قال له تمام. الحارس نزل قال له عند اليمني يقول له يا أخي والله أعتذر منك، خذ الأكل هذا لك. الرجال مشغول بهذا الاطفال. قال أنا ما جيت على أساس أنه يعطيني أكل، ولا جيت على أساس أن أنا شحات. قال أنا جيت على أساس أنه أخي وسندي وبستند عليه، والحياة هذه ما تكمل مع الواحد إلى الأخير، ولكن بيض الله وجهه خاطرك. المهم الرجال ذا شاف الدنيا مقفلة في وجهه، ماشي في الطريق خلاص يسحب الرجولة من خيبة الأمل الذي حصلها من الرجال. المهم يشوف الطريق إلا فجأة توقف سيارة جنبه،